تصريح خطير من كريستيانو رونالدو يفاجئ به النادي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك ويفجر مفاجأة كبيرة للنادي الأهلي. ولكن في البداية عطر فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. تعادل نادي الزمالك ونادي النصر السعودي بكامل نجومه بنتيجة 1-1، وسجل هدف الزمالك الأول أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، وتعادل كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من نهاية المباراة برأسية لا تصد ولا ترد على محمد عواد. وصرح كريستيانو رونالدو لصحيفة عكاظ السعودية وقال: أنا لم أتوقع أن يكون هذا المستوى العالي من الأندية المصرية، فالزمالك كان قريب جدا أن يخرجنا من البطولة، ولعب حقيقة مباراة رائعة، وهذا الفريق في المركز الثالث من الدوري المصري، بينما ستكون المواجهة صعبة. لو كنا نواجه بطل إفريقيا وهو النادي الأهلي المصري كنت سأعتزل كرة القدم. فالنادي الأهلي متواجد معنا في المملكة العربية السعودية في شهر 12 القادم في كأس العالم للأندية. فالنادي الأهلي المصري أصبح نادي عالمي، فهو بطل إفريقيا 11 مرة، وحصل على المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، فهو سيكون من الفرق القوية في كأس العالم للأندية، وسيكون العامل الأكبر معه الجمهور. فالجمهور في المملكة العربية السعودية أغلبه أهلاوية، وهذا سيكون عامل حسم قوي للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب لقهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.